السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ساعات كتير يا جماعة بنبقى قاعدين كده لوحدنا، وفجأة بيجي السؤال اللي بيقلب علينا المواجع: هو أنا ليه بعيد عن ربنا؟ ليه مش حاسس إني قريب؟ ليه كل ما أحاول أبدأ ألاقي نفسي برجع تاني؟ ليه الطاعة بقت تقيلة والذنب بقى سهل؟ لو أنت كمان بتسأل نفسك السؤال ده، تعال اسمع هقولك إيه، يمكن تلاقي الجواب. بصوا اخواتي، اول حاجة لازم نفهمها ان البعد عن ربنا مش بيجي فجأة كده، لا ده بيبدأ من حاجات صغيرة قوي قوي. يعني مثلا صلاة اتأخرت، ذنب بسيط قلنا مش مشكلة، يوم بيعدي من غير ما نقرأ قرآن قلنا عادي، 3 دقايق غيبة، ساعة قاعدة على السوشيال ميديا ونسينا فيها نذكر ربنا. المشكلة بقى اننا بنتعود نعيش بعيد، وقلبنا يبرد والذنوب تتراكم، ولما نيجي نرجع بنحس ان المسافة بقت بعيدة قوي. بس تعرف ربنا عمره ما بعد، احنا اللي بعدنا. ربنا بيقول ففروا الى الله، يعني مهما كنت بعيد اهرب له مش منه. ساعات كمان بنبعد علشان شايفين اننا مش قد التوبة، او مش هنقدر نلتزم، او انا مليان ذنوب طب هبدأ منين؟ بس ده وهم بيوهمك بالشيطان. ربنا بيحب دايما العبد اللي بيرجع له حتى لو كان راجع مكسور ومليان ذنوب. ربنا بيفرح برجوعك اكتر من فرحة واحد لقى نفسه بعد ما كان هيموت. بس لازم تبدأ حتى ولو بخطوة صغيرة، لو ركعة بس تكون بخشوع، لو استغفار، حتى لو سمعت درس وانت واقف بتشتغل. المهم انك ترجع، المهم انك تحاول، المهم ان تقول لنفسك انا مش هكمل بعيد يا رب. ابعد عن الطريق اللي بيبعدك. لو في عادة او شخص او مكان او حتى تطبيق بيخليك تنسى ربنا، سيبه، مفيش حاجة تستاهل ان قلبك يقسى او انك تعيش تايه بالشكل ده. متقولش الطريق بعيد، الطريق بيبدأ بسجدة، بدمعة، دعوة بالليل من القلب تقول فيها يا رب رجعني ليك. صدقني اول ما تبدأ هتحس ان ربنا كان مستني اللحظة دي من زمان، لحظة رجوعك، لحظة صدقك، لحظة ما تقول كفاية انا راجع يا رب. في اخر حديثنا مفيش غير ان احنا نقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم ردني اليك ردا جميلا وقربني منك قرب المحبوب لحبيبه. اللهم لا تجعل في قلبي حبا لغيرك ولا تعلقا بسواك. يا رب خد بإيدي إليك، يا رب أنا ضعيف لا حول لي ولا قوة إلا بيك. يا رب اغفر لي وارحمني وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وفي آخر دعوانا أن الحمد لله. صلوا على من أمرتم بالصلاة عليه